بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال ان شاء الله. كل سنه وحضراتكم طيبين ان شاء الله. النهارده اواخر شهر 6، اواخر شهر 6 نلحق مع بعض نلم حياتنا كده وننزل نجيب حبه حاجات على قد الشهر ما يخلص معانا. انت اعملي حسابك كده، حطي في دماغك ان انت هتنزلي تجيبي مشتريات العشرة والخمسة جنيه بس. حطي في حسابك كده، امسكي ورقه، هاتي حضرتك كده ورقه قبل ما تنزلي، وهاتي ورقه وقلم واقعدي اكتبي كده اللي في دماغك كله. انا النهارده انا عايزه اجيب ب10 جنيه مكرونه، ب10 جنيه شعريه مثلا يعني. ايا كان اللي بصي حضرتك اللي انت عايزاه في بيتك، امسكي بس الورقه والقلم واكتبيه. اكتبي انا عايزه 1 2 3، كله قدام 1 2. اكتبي الرقم اللي انت عايزاه. انا عايزه اجيب ب5 مثلا شعريه، عايزه اجيب ب10 رز، عايزه اجيب ب5 فول. بصي ايا كان اللي انت عايزه تجيبيه، بس لازم يكون فيها حاجه الاول مخططه لها، ورقه وقلم. وتعالي بقى اكتبي ورايا يا ست الكل. هتكتبي ايه؟ بس بقى هقول لحضرتك حاجه، كل بيت بيختلف عن التاني. انا هقول لك الحاجات اللي انا بعملها في بيتي انا، ابسط بيوت الدنيا يعني، ابسط الاشياء والحاجات اللي على قد الحال اللي هتمشيني باواخر شهر 6. هي دي اللي هقول لحضراتكم عليها. انا حتى لسه جايباهم اهم وجايبه، يا دوب غيرت وقلت بقى ايه اقول لحضراتكم انا جبت ايه. وتعالوا كده بقى نسمي بالرحمن ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ونستفتح حاجتنا اللي جايبينها ونقول يا بركه بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. واقول لكم انا جبت ايه اللي هيمشيني لحد اواخر شهر 6 بامرك انت يا رب. ننزل نجيب بقى مشتريات شهر 7 ان كان لينا عمر. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. اشهد ان لا اله الا الله. اول حاجه حبايبي جبت نص كيلو الكيلو نص كيلو دقيق، بس عشان هو اتخرم هناك عند الراجل، فقلت له خلاص حطوا لي في كيس تاني عندك، مش هيجرى اي حاجه. استنوريها لكم، مش هيجرى اي حاجه. حطوه لي في كيس تاني عندك، مش هيجرى له حاجه، عشان هو بس فيه خرم من جنب عشان ما يفضلش ينزل. النص كيلو ده بكام يا ام يوسف؟ انا كاتبه في ورقتي انا عايزه ب10 جنيه. ايا كان بقى، النص ب10 النص ب11، هقول له انا عايزه ب10 جنيه. فالحمد لله يا رب، ربنا بارك لي ولقيت النص كيلو ب10 جنيه، يعني الكيلو ب20. ربنا يصلح الحال. كمان عايزه اجيب اكياس تلاجة. ما جبتش من فتره، من ايام دخلت رمضان ما كنتش جبت خلاص. هم دول يعني دول بكام؟ ب5 جنيه. كان باقي عندي كام كيس كده في التفريزات بتاعت قبل العيد الكبير، خلاص فرستها وخلصت بيها كل الاكياس. كنت عاملاها بالفيديوهات في القناه القديمه يعني، الحمد لله اللي هي راحت يعني. فقلت بقى ايه، اجيب ب5 جنيه اهو. شايفين كام كيس هم ما يسطروش، بس يعني حلوين الحمد لله. انا بجيب على بعض يا ب10 جنيه على بعض، يا تمن يا ربع، على حسب ايه الفلوس اللي معايا. دول ب5 جنيه. خلاص حبايبي، جايباهم ليا ام يوسف. انا جايباهم علشان خاطر اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. هعمل فول مدمس. اسمهم ايه؟ لا مش فول، طعميه. انا كان عندي كيس في الفريزر فول، بس مش هجيب دلوقتي فول، لسه هجيب الفول ومشتريات شهر 7 ان شاء الله ان كان لينا عمر. اهو جبت بس يا دوب ب10 جنيه فول مدشوش اهو، هعمل بيه طعميه. الطعميه دي تقعد معاكي قد ايه؟ هتكفيني لحد اخر الشهر ان شاء الله. يعني باقي كام يوم في الشهر اهو هتكفيني. اصل احنا مش كل يوم بناكل فول وطعميه، مره تاكلي فول وطعميه، مره تاكلي شويه شعريه، مره اعملي لك نص كيلو كده دقيق وقرصتين 3 كده ينفعوكي تاكلي منهم النهارده وبكره فطار وعشاء. كيلو بيرمي كتير جدا لو هتعملي قرص. كيلو بيرمي حبه حلوين، تاكلي منهم مره واثنين وثلاثه، اللهم بارك، بيبقى فيهم بركه سبحان الله. يعني ازاي؟ بس انا وطيت لكم شويه عشان الصوت عالي قوي. اللي هتقول لي انت مشغله ليه اغاني رمضان واحنا في رمضان؟ لا، قناتي رمضانيه يا حبايبي. رمضان في بيتي طول السنه. قناتي قناه رمضانيه. كل سنه حضراتكم طيبين، ويجعل ايامكم كلها خير وبركه. ويعني بصوا، ما تعرفوش الخير جاي لكم منين. قولوا امين اللهم امين يا رب العالمين. جبت بكام ده؟ ب10 جنيه. كيس الباتشوجه ب10 جنيه. هو معتاد اصلا بيتجاب ب10 جنيه، بس انا كاتبه في ورقتي ان انا عايزه اجيب ب10 جنيه. جبت كمان ب10 جنيه اسباجيتي. قال لي يا ابله هتاخدي ب10؟ قلت له اه عايزه ب10 بس كسرها لي. ايوه، قلت له عايزه ب10 جنيه بس كسرها لي. النص كيلو تقريبا عامل 12 جنيه او 11 جنيه، معرفش صراحه. بس انا قلت له انا عايزه ب10 جنيه بس عادي جدا. بصي ما تتكسفيش، هو عنده الميزان الحساس اللي هو بيضرب عليه. هيضرب لك ب10 جنيه هيطلع لك اللي انت عايزاه، لو ب5 جنيه هيديكي. ما تتكسفيش من حاجه، اللي هتتكسف مش هتعرف تمشي بيتها.
خلينا متفقين كده، الحياة غالية واحنا محتاجين كل جنيه بيتوفر نشيله في حصالة رمضان، نشيله في حصالة تانية جانبية كده لنفسك، تجيبي حاجة اللي نفسك فيها. اي حاجة بقى، خلاص وفري، علشان الايام اللي احنا فيها دي محتاجة فعلا التوفير والتدبير. انت كده يعني لازم تخترعي التوفير. خلاص حبايبي، لازم تخترعي التوفير. يلا تعالوا بصوا كمان جبت ايه. ب10 جنيه فاصوليا لوبيا الفاصوليا ب10 جنيه لوبيا اهي. خلاص الراجل قال لي يا ابله خدي ربع كيلو على ما، قلت له لا اضرب لي على الميزان ب10 جنيه برضه. بصوا انا كل الحاجات دي كلها جايباها من مكان واحد. انا ماسكه الورقه وبقول له اضرب لي ب10 كذا وب10 كذا و5 كذا كده وهكذا. يعني الربع كيلو منها تقريبا عامل 15 جنيه 16 جنيه، ما اعرفش صراحه بكام، بس انا قلت له عايزه ب10 جنيه لوبيا. هتعملي بيها ايه يا ام يوسف؟ دول شويه صغيرين. لا بقى ما تحسبيهمش ان هم صغيرين، شايفين الكيس هو اللي شكله صغنن، بس هم اللهم بارك حلوين، هيقضوا معايا طبخه حلوه، العيال هتاكل وتشبع بسم الله ما شاء الله. خلاص حبايبي دول كده قلنا ب10 جنيه. جبت كمان ب5 جنيه شعريه. جبت ب5 جنيه شعريه اهي، شعريه حلوه جدا. الشعريه ليه يا ام يوسف؟ نحط منها على الرز، احمر منها للعيال. بصوا اي حاجه، بصي عيشي هاتي حاجتك واقعدي مع نفسك كده وقولي انا هعمل النهارده 1 2 3. انت بقى ودماغك بقى خليكي ناصحه كده ودبري ووفري في بيتك. الدقيق دوت ممكن تعملي منه القرص، بلاش قرص لو مش عايز تعملي، ممكن تعملي منه صينيه كيكه، صينيه قد كده اللهم بارك، هيتعشوا ويبصي ويتبسطوا و100 فل و10. خلاص انا كمان عملت حسابي ان انا لازم اجيب معايا ايه الفانيليا والبيكنج باودر اهو. جبت واحد بيكنج باودر ب3 جنيه، وجبت ال4 دول ب4 جنيه، الواحده بجنيه. خلاص لحد اول الشهر كان لنا عمر نجيب كل مشترياتنا، يكون ربنا كرمنا كده والقبض نزل ان شاء الله، ونجيب كل حاجه احنا ايه عايزينها. جبت كمان ب10 جنيه بجبه، دايما انسى اسمه ابن اللذينه ده. جبت ب10 جنيه بجبه اهو، شايفين اهو ما شاء الله ب10 جنيه. بصوا هيملى معاكي نص الحله، مش الحله الكبيره طبعا، الحله الصغيره، ونحط حبه رز عليهم ونعمل احلى حبه كشري. بصي في مصر كلها الكشري بصي اكتر حاجه بتاكل وتشبع والكل بياكل منها ومفيش اعتراض عليها خالص، هو الكشري المصري. اغلب الناس، يا مش عايزه اقول لك يعتبر الناس كلها بتحب الكشري. الكشري الناس بتعشقه. فين تاني اجيب لك ايه تاني؟ استني اوريك باقي محتويات الكشري اهو. جبت دوت بكام يا ام يوسف؟ دول اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله ب10 جنيه برضو، ب10 جنيه حمص الشام. انا عاده ما بحبش احط في الكشري حمص عاده يعني، فقلت اجيب بقى ب10 جنيه مش مشكله. خلاص جبت كمان كيس ملح اهو، كيس ملح اهو، الكيس اتعدل كده اهو، الكيس ده عامل جنيه ونص. خلاص جنيه ونص، لو جبت 3 على بعض بيديني ب5، فانا جبت كيس واحد بس، قلت مش مشكله اقضي بيه اليومين دول لحد ما ايه الوقت يعني اول الشهر يجي يخلينا عمري يعني. جبت كمان ب5 جنيه مرقه اهي. خلاص انا كنت الاول بحط مرقه كتير، كنت قلت لحضراتكم انا هبطلها، ما قدرتش ابطلها خالص، فالحمد لله يعني ماشيه بيها. بصوا واحده بواحده كده لحد ما ان شاء الله امنعها خالص، يعني بالتدريج كده، اصل هي ادمان سبحان الله مش عارفه. جبت كمان ب5 جنيه سمسم اهو، عشان انا قلت لحضراتكم لو ما عملتش كيكه اعمل قرص، ما عملتش قرص اعمل الكيكه، ما عملتش ده ولا ده عادي احط منها على الطعميه اهي. خلاص حبايبي اكتبي اهم حاجه دي مشتريات ال10 وال5 وال12 جنيه. خلاص بسم الله الرحمن الرحيم. جبت كمان اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله ب10 جنيه كزبره اهي. انا عندي كل البهارات الحمد لله، باقي عندي من العيد الكبير كنت عامله لها حصاله صراحه، يعني بيني وبينكم كده كنت عامله للعيد الكبير حصاله علشان اجيب منها البهارات واجيب منها الخزين والحاجات دي، فكان عندي باقي الحاجات بتاعه العيد الكبير البهارات، وعندي كل حاجه الا الكزبره بنت اللذينه دي، دايما هي اكتر حاجه بتخلص عندي. بستخدمها كتير، بحبها جدا جدا في الاكل، بتدي ريحه وطعم رهيب في الاكل ما شاء الله عليها، بتبقى خطيره جدا. دول ب10 جنيه. خلاص حبايبي الكزبره البلدي لسه ما طلعتش، دي كزبره عاديه. جبت كمان نص كيلو سكر. في سكر سايب؟ في سكر سايب حبيبتي. هتجيبي الاقيه فين طب يا موسى السكر السايب؟ ولو ما لقيتيش سايب هتلاقي نصاص عاديه، في نصاص
عايزه اقول لحضراتكم في نصاص وفي رباع كمان. ليه في نصاص وفي رباع؟ يعني ربنا يصلح حال الناس يا رب. الناس اللي هي بتشتغل الصنايعيه، اللي هم بتوع اللي قولوا معايا، اللي هم بيبنوا الحاجات دي، اللي بياخدوا الحاجات دي، بياخدوا النص وبياخدوا الربع علشان ايه؟ يقضي يومهم. كل واحد بيجيب له باكوشين من الصغنن ده مثلا، ويجيب ايه؟ كيس السكر الربع او نص، كل واحد على قد ظروفه. يعني الناس الصناعيه دول ربنا يصلح حالهم ويرزقهم ويخفف عنهم الحر في الايام اللي احنا فيها دي. بجد انا شايفه وانا جايه ناس حر حر حر، ربنا يصلح حالهم ويهون عليهم الحر، واقفين على السقالات وبيبنوا والحاجات دي، ربنا يصلح حالهم يا رب. فما تقوليش لا مش هلاقي سكر سايب، لا، عند الراجل اللي بتجيبي منه ايا كان بقى، بس ما تجيبيش بقى من هايبر. خدي بالك الحاجات دي ما تجيبهاش من هايبر، لان الحاجات دي مش هتلاقيها في هايبر. انت نفسك هتبقي مكسوفه وانت بتقولي له هات لي ب5 ولا ب10 حاجه. لا يا ستي، روحي عند اي عطار في الشارع اللي جنبك، في السوق، الحاجات دي هتلاقيها في كل الاماكن. بلاش يعني ايه نبالغ كده ونخش كده ونقول لا احنا هنخش نجيب من هايبر. لا، الهايبر ده لو هتجيبي كميات كبيره، لكن احنا ايه؟ بنقضي باقي اخر الشهر بالموجود على قد الحال. هروح كده عند الراجل العطار اللي بجيب منه الحاجات دي، هقول له هات لي زي ما قلت لحضراتكم كده في بدايه الفيديو، من كل حاجه ب5 وب10 والكلام ده. خلاص، ده مش هيحن عليكي ولا يمن عليكي، ده بفلوسك. بفلوسك ازاي؟ بالميزان. حط لي على الميزان بنص كيلو سكر، هيحط لك النص كيلو سكر عادي جدا، ما فيهاش اي مشكله. بيفتح الكيس. وكمان انا سمعت في ناس بتبيع سمنه سايبه، بس انا صراحه ما شفتهاش هنا وما اعرفش، وعمري ما جبتها سايبه. انا دايما بجيب السكر والحاجات دي كلها سايبه، اما السمنه عمري ما جبتها سايبه صراحه. والزيت كان في سرجه هنا جنبنا بتبيع الزيت سايب والطحينه والعسل، فصراحه ربنا كنت برضو بجيب منها كل الحاجات دي، بس قفلت. معرفش تاني حد بيبيع زيت سايب في بني سويف. اللي يعرف حد في بني سويف بيبيع الزيت سايب ويكون زيت نظيف ومضمون، مش اللي هو بتاع زيت الطعام المستعمل، يقول لي في الكومنتات. خلاص حبايبي، جبت كمان ب10 جنيه كشك، جبت ب10 جنيه بس. انا دايما كنت كل شويه بجيب نص او كيلو، لا انا جبت ب10 جنيه بس يعمل لي اكلتين يا يوسف. والله يا حبايبي اكلتين. عايزه اقول لحضراتكم بسم الله ما شاء الله بيرمي حبه حلوين. باخد كده 3 4 كشكيات وابلهم في الطبق عبل ما اجهز اللي ورايا، مثلا لو هامر عيش، اعمل سلطه كده، واجي جايبه عليهم البيضتين، واجي تقشر بيضتين عليهم، اللهم بارك، بتملى معاكي طاسه كده، تعملي منها طبقين 3 كده ما شاء الله حلو، اللهم بارك. بتاكل وتشبع صراحه. اللي عنده الكشك ده ويكون نظيف تجيب منه وهي مغمضه. انا بجيبها من العطار اللي بجيب منه، جبت منه بس دول. خلاص، جبت ب10 جنيه بس، هو الكيلو اصلا ب40، فعطاني ب10 برضو على الميزان. جبت كمان ب10 جنيه رز، ما جبتش نص بقى والكلام ده، لا انا جبت ب10 جنيه بس، عشان دول هعملهم على طبخه اهي كده. دي الطبخه اهي، واخد نص ده اعمله على الرز. شايفين؟ هاخد نص الشعريه اعملها على الرز وكده، دي طبخه. واسحب كيس طماطم من الفريزر طبخه، كيس طماطم وكيس شوربه. مش لازم خالص يبقى فيه لا لحمه ولا فراخ. خلاص خلينا متفقين، لو ما عندكيش لحمه وفراخ هتسحبي كيس الطماطم على كيس اللوبيا تبليه والرز، وتاخدي معاه نص كيس الشعريه، واديكي عملتي احلى طبخ بألف هنا وشوفي على قلبك. مع مكعب مرق الدجاج تعمليهم كده مع بعضهم، بصي تبقى زي العسل. ما عندكيش شوربه ونفسك تبقى عندك شوربه وتعملي شوربه، هتعملي ايه؟ هقولك حالا. هتجيبي يا ستي كل حله على النار، وتحطي فيها حوالي 3 كوبايات ميه على مقدار الطبخه اللي انت هتعمليها، وتحطي عليهم مكعب واحد بس مرقه، وتحطي عليهم معلقه بهارات حلوه من اللي احنا عاملينها، وان شاء الله هعملها لكم تاني البهارات دي ان شاء الله، ان كان لنا عمر يا رب. وهحطي عليها ايه تاني يا بنتي يا ام يوسف؟ وحطي بصلايه صغنطوطه خالص، وتحطي طماطمايه، وتحطي حته قرن شطه. ولو عندك معلقه سمنه بلدي من اللي حاولناها قبل كده، اهلا وسهلا. ما عندكيش وعندك سمنه بلدي اصليه، حطي معلقه صغيره من بتاعه الشاي، واديهم بقى يا ست الكل غلوتين 3 على النار، وسيبيهم يبردوا، وابداي ايه؟ اطبخي طبختك، هيبقى عندك شوربه من الكتاب. بصي ما تقوليش لعدوك عليها. خلاص حبايبي، كده كل الحاجات اللي جبناها النهارده. تعالوا بقى نشوف البوك معايا اهو، بعد ما رحنا ورجعنا وصرفنا ومواصلاتنا وكله. تعالوا بقى نفضي مع بعض هنا، بسم الله الرحمن الرحيم. نفضي مع بعض البوك الصغنن بتاعي دوت اللي هو ده حلو. بصوا بعمل كده اهو،
عشان احنا هنا عايزه اقول لحضراتكم السرقه كترت، ربنا يصلح حالكم. السرقه كترت جدا في السوق في كل حته، والله يا رب ربنا يرحمنا ويحفظنا يا رب ويحفظكم اللهم امين. فهو ده لقيته كان معايا مع شنطتي، مع شنطه كبيره يعني بخرج بيها، فكان صغنطوط كده، هو حتى عايز يتغسل والله، شايفين عايز يتغسل من مسكه الايدين والسوق. فقلت ايه اخده بقى احط فيه، عشان انا بحط فيه مصروفي واروح بيه السوق، ما باخدش طبعا مصروفي كله واطلع بيه السوق، باخد على قد اللي انا عايزه اجيبه وبكتب قبل ما انزل، واجي عامله كده واجي ماشيه اجيب حاجتي واقفل، اجيب حاجتي واقفل. فيعني ربنا يسترها. نطلع بس المفتاح ونعد اللي معانا ونشيلهم في الحصاله القمر بتاعتنا اهي. الحصاله اهي، اوعي تنسي الحصاله، اوعي. اول حاجه نعدهم بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا بسم الله اللهم بارك. ادي 1 2 3 4 و10 14 جنيه فضل وعدل من عندك يا رب. 14 جنيه باقيين من بعد ما جبت كل الحاجات القمر بتاعتي دي، وكمان ايه بقى ومواصلات. خشوا هنا جوه، خشوا جنب اخواتكم، خليكم قاعدين جنب اخواتكم عشان ايه ربنا ييسر وتتملي ونروح نجيب بيكي حاجات حلوه ان شاء الله في رمضان ان كان لينا عمر. كل سنه وحضراتكم طيبين. هي دي كانت المشتريات بتاعتنا النهارده اللي هتكمل معانا باقي شهر 6 لحد ما ربنا ييسر الامر والقبض ينزل، وننزل نجيب شويه مشتريات حلوين يملوا بيتنا بالخير ان شاء الله، ونعمر بيتنا تاني. هي مشتريات على قد الحال، ويعني مش اللي هي يعني، بس اهو الحمد لله هنمشي امورنا لحد ما الدنيا تظبط ويبقى معانا، بدل ما تمدي ايديكي لحد وتقولي له هات، ولا تروحي عند مثلا البقال الفلاني ولا العلاني ولا التركاني تقولي له اديني واكتب على الحساب، زي ما بشوف ناس كتير بتعمل كده دلوقتي. يعني ما تاخذونيش في الكلام اللي هقوله ده. هتاخدي الاكل وهتاكليه وهتشربي وهتبرطعي وهتبقي عايشه 100 فل و10، واخره الاكل هيروح فين كلنا عارفين. بس بعد كده هتبقي عاتله هم ان انت عليكي فلوس للسوبر ماركت الفلاني ولا الدكان العلاني ولا مش عارفه مين. بصي، لا تجيبي فراخ شكك، ولا تجيبي ولا تعملي كشكول زي الناس اللي بشوفها. والله بشوف ناس كتير ربنا يرحمنا يا رب ويهديهم وما يعملوش كده، بيعملوا كشكول كده، بيبقى عاملين صفحه اسمها ام فلان وام علان وام تركان، بتبقى مليانه بقى بجد. انا شفت في عينيا والله حقيقه مليانه، واخده بصوا. وعايزه اقول لحضراتكم واخده رفاهيات، عليات الحاجات اللي متاخده رفاهيات، ايس كريم شيبسي، كلام فاضي يعني، مش اكل زي كده يملى البيت وياكل ويشبع العيال. فبقول لحضراتكم اللي ما معهاش ما تمدش ايديها لحد، اللي ما معهوش ما يلزموش، اللي معاكي هاتي بيه، اللي على قد لحافك مد رجليكي. كل واحد على قد ظروفه بيعيش وبيقضي اموره. خلاص حبايبي، كل سنه وانتم طيبين. يا رب النهارده الفيديو يعجبكم، والافكار بتاعتنا اللي احنا ماشيين بيها والتوفير بتاعنا ان شاء الله يعجبكم. خلاص حبايبي، لو لسه ما اشتركتيش اشتركي في القناه الجديده بتاعتنا الحلوه دي عشان ربنا يعوضنا باللي راحت، واعملي لايك حلو من ايديكي ودعوه حلوه من قلبك وليكي من مثلي يا رب اللهم امين، ويعوضني خير يا رب ويعوضكم اللهم امين. كل سنه وانتم طيبين، مع السلامه.